صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه احمد اكس تي في. ان شاء الله النهارده جاي اتكلم معاكم عن موضوع يعني يمكن يهم ناس كتير، وموضوع تاني تجربه شخصيه فحبيت ان انا احكيها معاكم. بطلب بس من الناس اللي اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو. بدون مقدمات يلا بينا نبدا في حلقه النهارده. مبدئيا هبدا بالحاجه اللي انا حابب ان انا اشاركها معاكم، ان انا اشتريت ايفون انتيكا، حاجة كده 5S. تمام، لكن أنا شاري الجهاز ده مع بوردة. طبعا البوردة دي أنا مجربتهاش، تمام، بس من الواضح إنها فيها كسر. هوريكوا أثر الكسر لما نعدل الفيديو. تاني حاجة إن أنا فكيت الجهاز، والجهاز كده زي ما انتم شايفين. طيب، دي أول حاجة. تاني حاجة، الحاجة اللي تهم ناس كتير، وهي استخدام الأمير في لزق الحاجات المهمة. ودي حاجة طبعا غلط جدا. يعني انت مثلا، انا عندي الشاحن ده كان معمول، ده شاحن لابتوب كان معمول فيه صيانة قبل كده، فانا جربت فيه امير ودي كانت غلطة مني. طيب، اللي انا هستخدمه النهاردة في لزق الشاحن ده اللي هو لزق من النوع ده تقريبا لزق اسمه لزق حديد او لحام حديد. تمام، فخلينا كده نركن الموضوع ده على جنب. يعني انا حبيت بس انوه للناس ان انتوا ما تستخدموش امير في لزق الحاجات الحساسه دي. خليكوا في اللزق ده الشفاف منه، ما تجيبوش اللي هو اللون الاسود. خليكوا في اللون ده، هيدي معاكوا شغل كويس. ولما سالت قالوا ده بينفع في شغل الالكترونيات او الحاجات الحساسه اللي هي تبع الشواحن او الحاجات دي. فخلينا نركن الحاجه دي على جنب ونشوف التليفون شغال ولا مش شغال. نقلب الكاميرا ونكمل الفيديو. طيب، الموبايل معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب، الكسر اللي في البوردة او اللي انا لاحظته ان هو موجود في البوردة في المنطقة دي او المكان ده، هتلاقوا حتى مكان هنا الكسر. فطبعا البوردة دي شغالة ولا لأ، فانا بصراحة مش عارف. ده شكل الجهاز من جوه. طيب، خلينا الأول نشيل فلاتة. طبعا البطارية وكده كده بتتشال. خلينا نحط كده البطارية ونجرب الشاشة نشوفها هتدي معانا ايه. طبعا أنا شاري الجهاز يعني مش بمبلغ كبير، بحيث ان هو يعني لو ما طلعش شغال فانا كده كده يعني شاريه مبلغ صغير مش مبلغ كبير. طيب، خلينا نركب الفلاتات بتاعة الشاشة. نجرب نحط السوكت البطارية ونجرب نفتح الجهاز مع بعض. طيب، ممكن يكون الجهاز ممكن يكون ان هو فاصل شحن مثلا. طيب، في الحالة دي هنشوف باور بانك. ونجرب مع بعض كده كل حاجة. يعني أنا بجرب كل حاجة قدام الكاميرا. هي الشاشة كده حاسس إنها ادت ألوان غامقة، فيمكن أنا مركب سوكتات الشاشة مثلا بطريقة غلط أو حاجة. هنجرب إن احنا
ارجع اركب الحاجة تاني. طيب ونجرب تاني نحط سوكت البطارية. طيب هي علامة البطارية ظهرت هنا على الشاشة، مش عارف هي باينة ولا لأ، بس علامة البطارية فعلا ظهرت على الشاشة. طيب نحطه على جنب كده يشحن، ونجرب على ما الجهاز يفتح نجرب ان احنا نغير او نقفل الشاحن ده. طيب هو طبعا الشاحن مفكوك زي ما انتم شايفين. طبعا ما تجربش مع الحاجة دي امير نهائي، لان كده كده الامير يعني هيبوظ اللي انت بتعمله، يعني ما تجربش ده نهائي مع الحاجات دي. طيب كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب بس حاجة نقطة صغيرة من الأنبوبة دي، أنا كنت بستخدم الحاجة دي في المعجون ده في حاجات تانية، يعني في لزق حاجات تانية، لكن ما جربتوش قبل كده مع لزق البلاستيك يعني. بس نجرب يعني، هما سألت كذا حد فهو قالوا ده أنسب حاجة للحاجات اللي هي المفروض إن هي الحساسة. طيب هو طالع خالص كده، ف هنمشي بس كده على الحروف بتاعته باللزق. برضو انا مش عاوز اكتر كتير، بحيث ان انا لو احتاجت ان انا افك اللاب بعد كده او افك الشاحن بعد كده، يعني محتاج حاجة اللي هي تمسك بس ما تكونش ماسكة جامد على الشاحن برضو. طيب فبتهيألي الكمية اللي انا ضفتها كويسة. هقفل الشاحن. تمام، يعني هو كده اللزق طالع من هنا ومن الناحية التانية برضو، فكده ان هو المفروض ان هو يمسك. زائد امان برضو علشان ابقى ماسك الحاجة كويس، حط استيكين بس ان هما يضغطوا عليه بحيث ان اللزق يشد بس عليه. طيب هما اتنين بيتهيألي كفاية. طيب نرجع للتليفون تاني او للموبايل تاني. طيب هو برضو لسه مديني علامة البطارية.
برضو مديني علامة البطارية. طيب الجهاز فتح معانا، هو جايب علامة ابل بس مش ما بيفتحش يعني. مفيش اي يعني حاجة او ان هو بيفتح، لا هو جايب بس علامة ابل. يستاهل السعر اللي اندفع فيه يعني. انا سعر ان انا جايب الجهاز ده مع الاتنين الهاوس دول فاضيين طبعا، يعني حوالي 500 جنيه، ف تمام يعني بالنسبة للجهاز ف يعني كويسين مش وحشين. برضو ان هو جايب علامة ابل، مفيش حاجة غير كده. بس دي كانت تجربة النهاردة، واشوفكم على خير.